خزام يا شباب. تعرفوا قهوة خزام ولا لا؟ اللي كانت موجودة جهة سوق الخيمة وكذا، حقين جدة يعرفوها. هذه قهوة خزام، نروح نتكي فيها ونلعب سوني وطقطقة ووناسة وفلة والأمور طيبة. هذاك اليوم جبت أصحابي عزمتهم، محمد الحارث يا حبيبي يا محمد. ذاك اليوم جبت أصحابي وقلنا بنلعب في البيت عندي وبنتونس وبنطقطق، وجلسنا لين الساعة يمكن من الساعة 12 لين الساعة 2. ايوه، اللي عند مسبح خزام، عند دوار ال تعرفوا انت دوار المهم يا شباب، لعبنا بلاي ستيشن في البيت. الوالدة تكرمت لما يخرج لها عرق تقول يلا انت واصحابك الشارع تصرفوا ولا لا تجلسوا في البيت عندنا. المهم طردتنا ذاك اليوم الساعة 4 الفجر كذا، 4 الفجر في الليل، والبلاي ستيشن حق واحد صاحبي. شلينا البلاي ستيشن وشليت اصحابي وقلنا يا حبيبك ما معانا الا نروح نكمل السهرة فين؟ في قهوة خزام. نجيب ناخذ لنا كذا معسل ونتكي ونشغل البلاي ستيشن حقنا ونفت. المهم طلعنا شارع بخشب، اللي يعرفوا يا شباب. طلعنا شارع بخشب، جلسنا يمكن نص ساعة نوقف تاكسي، تاكس. التاكسي يمر من جنبنا الساعة في الليل، نحن 4 شباب والتاكسي يمر من جنبنا. يهو تاكس، ولا حد يوقف لنا ولا شيء. آخر حل التاكسي اللي ما يوقف مجهزين له حجار. توقف حاطين واحد قدام، إذا ما وقف سدد له على طول، بوف أفجر قزاز أفجر أي حاجة. كذا لا وساخة، ما تبغى توقف صديقي يستناك آخر الشارع ينفضك بواحدة. المهم الأول الثاني الثالث، بعدين استخدمنا الأساليب الوسخة حقتنا. أساليب الحجار، تكاسي. والله ولا واحد رضي يوقف لنا. جلسنا يمكن نص ساعة ما في أحد راح يوقف لنا في الشارع هذاك. المهم الشارع فاضي ونحن طفشانين فاضيين نبي نروح القهوة. آخر حل يا شباب، مرة الدورية أيام اللومينة. مين يتذكر اللومينة؟ المخروطة حقت الحكومة ذيك اللي تجي مخروطة أبو دعسة واحدة تقول لك تحسبها بوغاتي يا حبيبك. جتنا ذيك اللومينة. الواصل ما قصر، نعم يا حبيبي، ثبتوا تعليق عزوز ولا الشباب. وكانت في لومينة ذيك الحزة زمان، أيام اللومينة ما في أحد وقف لنا. فجرنا التكاسي، فجرناه بحجار، ما في أحد وقف يا شباب. تكبيس تشريف ها. حلوة الكلاجات حق جدة، ما في إلا كلاجات. المهم يا شباب وقفنا عند الشارع العام نستنى التاكسي ما جاء. بعدين جتنا لومينة يمكن من ذيك القديمة، عرفتها أبو دعسة واحدة تطير. بعدين قالوا الشباب نوقف اللومينة، نوقف الدورية. نقول لهم يا أخي ما في أحد راضي يودونا، خلي الدورية تودينا على خلي الدورية تودينا على القهوة. الحكومة في خدمة الشعب يا حبيبك. ذاك اليوم مسكت معانا مسكت معانا ايش؟ الحكومة في خدمة الشعب. والله وقفنا على الشارع وهذه جت الدورية. طبعا الدورية اللي تقعد تفر في الليل، وجت من جنبنا والله والكابوس يأشير لها. وجاء الدورية استغرب، قال ايش هذيل الهبل اللي آخر الليل عليهم قضية تجول زي اللهب. يعني قضية تجول زي اللهب، يعني ممنوع بعد الساعة 12 يسموها قضية تجول، يودوك القسم. ونحن معانا بلاي ستيشن ونبغى طردونا من البيت ونبغى نكمل السهرة في قهوة خزام. والله الدورية وقفت عندنا. بعدين طلع واحد مطوع كذا من حقين الرياض، ايش عندكم يا شباب؟ قلنا والله يا حبيبك يا طويل العمر والسلامة نبغى نروح القهوة. ووقفنا تكاسي، ما في أحد رضي يوقف لنا. إذا بتساعدنا لوجه الله تودينا القهوة تكسب فينا أجر. طبعا وقفنا دورية. الدورية قلبناها تاكسي. قلنا له ودينا القهوة يا حبيبي. قال أول ما شافنا كذا، شافنا 4 شباب ومعانا بلاي ستيشن، وقال وين تبغوا؟ قلنا نبغى القهوة يا حبيبي، نبغى نلعب سوني ونبغى نفل أمه كذا. وكان وقتها إجازة. عقيق يا حبيبي عقيق. وكانت أيامها إجازة
وصاحبي اقول له يا اخي، صاحبي يقول لي يا اخي دوريه توقفها، ما مجنون انت، هذا بيودينا القسم. قلت له يا اخي والله قدنا طفشانين والساعه 4 في الليل، يودونا قسم ولا ان شاء الله اذا في خير بيودينا القهوه نروح نكمل السهره حقتنا. الله وقفناه وجانا واحد مطوع كذا دقنه لين هنا من حقين الرياض، وش عندكم يا شباب؟ قلنا له والله وقفنا تكاسي وما في احد رضي يوقفنا. قال طيب وين تبغوا تروحوا؟ قلنا والله نبغى نروح قهوة خزام، نبغى نروح نلعب سوني نكمل السهرة حقتنا. قال ابشروا انتم مثل عيالي، اهلا وسهلا فيكم والحكومة في خدمتكم. اعطانا من الاسطوانة هذه، قال الحكومة في خدمتكم ونحن اهلكم ومنكم، ولا يهمكم يا شباب تبغوا تروحوا الصالة. قلنا ليه نبغى نروح الصالة، نبغى نروح القهوة نلعب سوني ونفل امه. قال اطلعوا يا حبايبنا، الامور طيبة، اطلعوا انا اوديكم لين القهوة وتنزلوا تلعبوا. قد شفت واحد يفتح باب الدورية ويطلع بنفسه كذا يعني، ولا ضارب حساب ولا اي حاجة. والله لما قال لنا العسكري شفناه مطوع كذا قلنا له هذا حق قال الله وقال الرسول، هذا اموره طيبه، هذا ما بيكذب علينا ولا شيء، هذا بيشيلنا وبيودينا الى وجهتنا الاساسيه. اول ما فتحنا البيباب طبعا 4، هو ما نزل من السياره اصلا، هو جالس في السياره. تخيل تيجي انت دوريه تبغى تمسك ناس مشبوهين تقول لهم اطلعوا ويجي يطلعوا زي الغشم كذا. لان في ناس جديدين يخشوا ما يعرفوا ايش الهرجه. والله يا شباب وجاء العسكري قال يلا اطلعوا، ونحن فتحنا الباب وطلعنا. اول ما قفلنا البيبان حق اللومينا ورا، قال كلكم اطلعوا ورا، ما في حد يطلع، كلكم اطلعوا في اللومينا ورا. وطلعنا وقفلنا البيبان. المطوع حق قال الله ورسوله اقتلب علينا فجأة، قال ايش انا شغال عندكم، انا اوديكم القهوة اخر الليل. قال انا دحين اوديكم القسم. والله ونحن قلبنا عليه، يا اخي خاف الله، انت قلت لنا قبل ما نطلع السيارة قلت لنا انت بتودينا، يا اخي ليش تودي؟ قال انا ماني شغال عندكم، انا ذا الحين اوديكم القسم واعطيكم محضر تجول اخر الليل. المطوع انقلب علينا فجأة. انا مسكت راسي واللي معايا قلت لهم يا شباب قلت لكم نطلع تاكسي ولا نروح، توقفون لي دورية تبغوا يوديك القهوة؟ الدورية ما بيوديك القهوة، بيوديك القسم. تكبير يا شباب تشير. اول ما تقفلت البيبان خلاص الرجال انقلب علينا واحد ثاني، قال انا ماني شغال عندكم، انتوا تضحكوا علي، تبوا تلعبوا بلاي ستيشن في القهوة، ها تبوا تلعبوا بلاي ستيشن في القهوة، الحين انا اوديكم القسم. اقسم بالله يا شباب اللومينا ما شاء الله نشيطة نشيطة نشيطة، حقت الدورية نشيطة. اول ما طلعنا السيارة وهذا شد يمكن قلبها قلب كذا، لما يدعس بنزين كذا تسوي ونحن ورا. قال لك نبى نروح الصالة نلعب. مشي يمكن تقريبا 1 كيلو ووقف. لما نوقف دق على واحد دورية ثانية، قالوا تعال في جماعة هنا قاعدين يستعبطوا ويبغوا يروحوا الصالة وما ادري ايش بفلهم. المهم جت دوريات ثانية عندنا وقفوا، حسبنا نفسنا ان احنا سوينا حاجة، نوقف تاكسي نبى نروح نلعب قهوة، نلعب سوني في القهوة. اول ما في شارع بخشب الهرجة ذي كلها عند مجمع الربيع اللي يعرفها، وقفت الدورية عند مجمع الربيع وجت دورية ثانية. بعدين نزل المطوع ذا وكلم الفرقة اللي معاه قال تعال جبت لكم صيدة جاهزة، مو هم دارين ايش الهرجة. نزلوهم من السيارة وتفتيش شخصي. تفتيش ايش ما معانا شيء يا حبيبك، نحن مساكين نبغى نروح نلعب سوني يا اخي، ارحموا عزيزكم مثل. والله والمطوع هذاك حطينا عليه صراحة، صاحب اللومينا حطينا، يا اخي عيب عليك، كلام الرجال سيف، وانت لا علوم عندك ولا عندك علوم الرجال ولا عندك، تضحك علينا تطلعنا تقول لنا بنوديكم في النهاية تودينا قسم، اخس عليك. والله ولا هو مستجيب معانا ولا اي حاجة. قال والله لا اوديكم القسم. قلنا يلا قسم. نزلونا من الشارع هذاك، فتشونا تفتيش شخصي، ما معانا شيء، ما معانا الا بلاي ستيشن ومعانا القطة حقت القهوة نبغى نلعب فيها زوني، ما معانا شيء. بعد ما فتشونا قالوا ايش
يلا يا حبيبك على وين؟ ودهم عند الضابط. والله وشالونا ودونا قسم الكندرة يا شباب. من اللي يعرف قسم الكندرة؟ اللي في شارع بخشب القديم هذاك مدري. ايوه القديم. ودونا على قسم الكندرة. دخلنا كذا معانا سوني ومننا 4 اشخاص. بعدين قالوا قال ايش عنده الضابط؟ يقول ايش عندهم هذول ال4 من فين جايبينهم؟ قال يا طويل العمر والسلامة هذول متجولين الساعة 4 في الليل. باعنا بيع العسكري اللي مسكنا باعنا بيع. قال هذول متجولين في الشارع وما قال له ان نحن قاعدين نوقف تاكسي نبى نروح الصالة نلعب بلاي ستيشن. بعدين الكلام حق العسكري اللي يقولوا للضابط هذا صراحة حرق دمنا. قال هذول متجولين في الشارع ومهم دارين وين رايحين، وجبناهم هنا لين نتحقق من هوياتهم. طبعا انا كانت ما عندي هويتي في البيت. نحن نظام هويتي في البيت. سألنا قال هوياتكم وين؟ هوياتنا في البيت. قال الضابط اهلا وسهلا تعال 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 تعال. جمعنا ال4 كذا حطنا على الجدار. قال ما شاء الله ما شاء الله توقفوا الدوريات عشان توديكم القهوة. تفكروا الدوريات تكاسي ولا كيف انتوا؟ وين هويتك؟ والله هويتي في البيت مع ابويا. الحين اتصل على ابويا يجي يجيب الهوية حقتي. وانت؟ والله انا هويتي مع ما في واحد يمكن 2 اللي معاهم هويات. طلع الهويات. قال دخلوهم الحجز. هذيلا فاضيين ما عندهم لا شغل ولا مشغلة في الشوارع جالسين. طبعا كانت ايام اجازة ما في لا مدرسة ولا شيء. وشالونا دخلونا التوقيف. اول ما دخلنا التوقيف الحارة كلها حقتنا موجودة ذاك الليلة. حقين الحارة كلها. يعني كانت في حملة ما ادري ايش كانت في ذاك اليوم. حقين الحارة حقينا كلهم بالتوقيف. ايش في؟ والله ماسكيننا تجول. ايش في؟ والله في. قالوا وانتوا؟ قلنا والله نحن متجولين في الشوارع لا عندنا لا شغل ولا مشغلة ومعانا بلاي ستيشن نبغى نروح الصالة. وقفنا الدورية على اساس انها تاكسي بتودينا على الصالة. وقفنا الدورية قلنا له الصالة. قال لا يا حبيبك اطلعوا. لما طلعنا قلب الموضوع. قال انتوا على القسم ما معاكم الا لين الصباح نشوف موضوعكم. صباح الورد. حيوا يا زيدان يا حبيبه. ويلكم ويلكم يا شباب. تكبيس تشير. المهم طبعا الحين ال2 اللي كانوا معانا اللي معاهم هويات سووا لهم لين الساعة 6. خلونا في القسم لين الساعة 6. طبعا القسم يعني كل شوية يجيبوا لك واحد مفلم الحقوني انا. يعني كلهم دعوجية وحقين مشاكل اللي في القسم. طبعا نحن حطونا معاهم بحجة ان نحن ناس فاضيين. حبيبي يا زيدان ان شاء الله انك ما افتهنت الليلة. كويس ان شاء الله يقطعوه عنك وتدعمنا في حق والامور في سليم. المهم لين 6 الصباح خلونا. قالوا اللي معاه هوية يطلع نسجل وتعهد انه ما يخرج في الليل يلفلف ويتفلت في الشوارع. واللي ما معاه هوية يتصل على اهله يجيبوا له الهوية. انا قلت بس ابغى جوال يا شباب تكفون. ابغى اتصل جوالي طفي. ابغى اتصل بس على الوالد يجيب لي الهوية. والله العسكري اعطاني الجوال. قلت بتصل على ابويا يجيب لي الهوية عشان اطلع. كنت انا ايامها مرافق. الو ابويا انا في القسم الحقني. اللي يدخلك يخرجك. ابويا قال لي اللي دخلك يخرجك. كيف اللي دخلك؟ انا ولدك الهوية جيب لي الهوية الحقني. قال بيودوني الشميسي لو ما جبت الهوية بيرجعوني اليمن. قال اقول لك انا ماني فاضي لك. وطبق في وجهي واتصل على الجوال مقفل. بعدين ايش قال؟ والله اني مفتن فوق السيارة في خميس مشيت وربي احلى جو. والله اني مفتن الخميس طريق المدينة العسكرية قنبر الهميل الجباعة شارع 60. تحية لكم حق الخميس. اتصلت على الوالد. الوالد طبق في وجهي قال لي ابوي انا ماني فاضي الاقسام وانت ماسكينك متجول في الشوارع. لا عندك لا مهرة ولا شغل ولا اي شيء. جالس تتسرمح في الشوارع. ايش عندك اخر الليل الساعة 4 في الليل؟ ايش عندك تتسرمح؟ والله يا ابوي انا بروح القهوة نلعب سوني انا واصحابي.
قال هيا خلهم يخارجوك. بقينا طلعوا اثنين وبقيوا اثنين، بقيت انا وواحد. الواحد اللي كان معايا كان جارنا وابوه انسان متدين. اول ما اتصل ابوه قال له خلاص انا باجي اطلعك، ما عليك، اجيب لك الهويه. بعدين بقيت انا لوحدي في القسم. بعدين حصلت ابو الولد هذا اللي جاء طلع، قلت له كان اسمه عم احمد، يا عم احمد انا جاركم تكفى، ابويا ما رد علي، قل لهم ان هذا جارنا عشان يفكوني وما ادري ايش. والله بعدين عم احمد جاء شبك لهم ايتين قران السليم، اقول لك صرحهم صرح حقين القسم. قالوا والله شوف، قالوا لعم احمد والله عم احمد انت باين عليك انسان طيب ووجهك ما شاء الله فيه الخير، وباين عليك انك انت انسان صادق. ما دام هذا الشخص اللي هو الكابوس في ذمتك، قال هذا في ذمتي، هذا جاري واعرفه واعرف ابوه، بس ابوه معاه مشاكل وكذا وما يبغى يجي للولد هذا. والله بعدين قال له العسكري خلاص وقع تعهد وشيل الكابوس معاك وشيلوا السوني معاهم وقولوا لهم لعد نشوف وجههم في الشوارع آخر الليل حقين التجول، انتبهوا يا شباب. لا والله عم أحمد هذا تحية لعم أحمد، الله يسعدك يا عم أحمد. طبعا هذا حضرمي الله يسعد، هو اللي شهد لي، قال إن هذا الإنسان جارنا وإنسان طيب وما في أي خلاف، وطلعوه وعلى ضمانتي، وكفني يا عم أحمد باسمه وطلعت، والحمد لله لك الحمد يا رب. طلعوني من القسم وما حينا رحت البيت، ابوي قال كيف طلعوك انت؟ انا قفلت الجوال، هيا اقامتنا منتهيه وما احنا فاضيين لوجهك هذا، كل يوم تتصل علينا من قسم الحقوني الحقوني. بعدين الوالد اعطاني الزبد، قال لي يا حبيبك الاقامه حقتي منتهيه وانا فاضي لك، تمسك تترحل تروح، انا مالي صلاح فيه، اهم شيء لا تجيب لي هوا بارد. قلت له خلاص اي دوريه او اي حكومه اشوفها في الشارع والله لو يقول لي تعال يا حبيبي وقف، والله ما اوقف، لا احط الصندل وافك سبرنت الارض، ما عاد بوقف. عرفت ان الوقت الحزه ذيك ان الاقامه منتهيه خلاص، ما عاد ينفع تمسك، اذا مسكت اعرف ان نفسك باي باي يا لندن. قلت ما عاد بعد كذا الا سبرنت، اي دوريه اشوفها سبرنت كذا في سبيل الله، جري قدام، وش في ما تدري، واحد مجنون قاعد يجري قدامهم. اخذت التعليمات من الوالد، قال لي الوالد اقامه منتهيه، ما احنا ناقصين مشاكلك يمسكوك، اذا شفت دوريه سبع نفسك. الدوريه انا في الخط الثاني وهو في الخط الثاني رايح معاه استلام العسكري، مو فاضي لك ولا هو داري مين في الشارع، وانا قدامه في الخط الثاني اجري كذا في سبيل. الين كبرت وعقلي بدا ينضج شويه كذا، افتهم لي الوضع ان الوضع يعني مش في السليم. الله يوفقك يا حبيبي يا شهراني، حي وحي يا شهراني. حبيبي الله يسعدك. هذيك ايام التجول، يعني اذا مسكوك في الشارع ومتجول ما عندك لا شغل ولا مشغله، يودوك القسم يشوفوا منها انت هويتك ما هويتك. ما عندي، انا كنت مضاف مع الوالد، واصحابي اللي كانوا يطلعوا معايا ونتونس وكذا كلهم سعوديين. بعد ما كبرت وعقلي فتح شويه عرفت ان انا يمني ولازم اشتغل واعيش حياتي، واصحابي كلهم يعني اكثرهم تزوجوا وعاشوا حياتهم وما عادوا يسال عن صاحبك. الحمد لله لك الحمد يا رب ان انا عرست، الحمد لله ان الكابوس تزوج وخرج من المشاكل ومن الافلام، ولا كان اذا الحين الله يستر عليه. لكن الحمد لله هذا بفضل الوالد والوالده، تحيه للوالد والوالده الله يسعدكم، ومساهمتهم في زواج الكابوس. يقول لك زوج ويعقل، الكابوس تزوج خربها زياده. والحمد لله لك الحمد يا رب. ايه الحمد لله بفضل. زيدان وينك يا زيدان؟ قاعد تتفرج بصمت كذا، داعم 30,000 جوهرة ولا تستخسر في أخوك الكابوس أي حاجة.
ارحموا عزيز قوم ذل يا زيدان. كفاية تدفع فلوسك للمنظمات ومن المنظمات. المنظمات هي موجودة. ارحب يا روقي، الروقي وصل يا زيدان. انت يا زيدان خلاص راحت عليك، الروقي موجود. والله يا روقي اني مبسوط والامور طيبة ولك الحمد يا رب. دخلنا اوروبا بعد عناء وتعب وهجوة. اوه احساسك اشتغل يا زيدان، ها حركنا المشاعر، ها حبيبي يا ابو قلب، حبيبي اخيرا تحركت المشاعر حقتك يا زيدان. يعني لازم ندخل الشيخ، يعني الشيخ اللي بداخلك لازم نستفزه عشان يخرج. الله ما دام الوضع امورك بالله يا حبيبك، ان شاء الله ان الوضع حقك حق ابوه تمسك على طيب. اذا مسكت على طيب اعرف ان الكابوس اليوم في التوب 1. لكن اذا مسكت على حاجات ثانيه انتبه، تمسك معاك على شو اسمه قنوات غنوه، تقعد تشغل لي قنوات غنوه وما الا رقص، وانا ابغى هذه وانا ابغى هذه. انتبه 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 يا زيد. حبيبي يا روقي الله يسعد قلبك. تبغوا نكمل لكم سالفة حفار القبور؟ المشكلة ان السواليف اللي عندي انا كلها زايد 18. تبغوها نعطيكم اياها مشفر عشان تفهموا، ولا نشوف المشرفين ايش بيقول؟ اذا قالوا دوس يا كابوس الله بندوس، بنعطيكم في المشفر، لان هذه صراحة حياة الشباب. وين سالفة ابو نجر؟ لا 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 حي المشرف قال ما في داعي، مع انه والله سواليفي صراحة في الصميم، يعني الحقيقة المرة تحصلها عندي. تبغى ولا سخن يا حبيبي؟ ابن الوليد اذا نزل حاجة زي زيدان ولا شيء ندوس، يعني حضر 7 ايام لا نبالي، ان شاء الله شيلوا الحساب ما عندي مشكلة انا. لكن لا 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 حضر يا حبيبك انت. مين هذا ابو قلبي يا شباب؟ شو اسمه؟ محمد عي يا محمد يا بعد قلبي انت. يا شباب ضيفوا شو اسمه زيدان والشباب اللي يدعموني هذيل حي تخيل ايش محمد اشتغل الشيخ اللي بداخلك يا محمد. كفو يا محمد يا حبيب قلبي. تبغوا معاناة الكابوس من يوم ما طلعوه من ايام المتوسطة وراح عربيات يشتغل في عربيات الخضار وش اسمه؟ دقيقة نبغى هرجة ايش؟ هرجة ابو نجر. ايش قال؟ نبغى هرجة ابو نجر ايام الحارة. هذه فيها حظر يا اخي، والله انا صريح احب اقول اللي في قلبي. لكن اذا تبغون نحول على تطبيق ثاني ونخلي الوضع بحري انا ما عندي مشكلة. لكن التوك توك يحب النسوان اللي يطلعوا فالين امه يدعموهم، اما الانسان الصريح ما يحبوه. يا تخليك مع الجماعة وتفل امه مع اللي في التوك توك وتعيش حياتك، اما سواليفك هذه يقول لك التوك توك وفرها في جيبك. زيدان انتبه تنكبنا. المشكلة لما يحضروني ما تجي تسأل علي في التطبيق الاصفر ولا شيء. يا كابوس ايش تبغى؟ ايش قال هذا؟ اول شيء اسد وبعدين القصة. يا عدوس شح تمان الارض. اكثروا الصلاة على النبي يا شباب، اكثروا الصلاة. بكرة جمعة، بكرة ولا اليوم؟ نحن عندنا الساعة 10 يعني بكرة، انتم عندكم كده الساعة 12. فاكثروا من الصلاة يا شباب. حي ابو نظارة يا ابويا، النظارة هذه يوفرها. يا محمد داعم جديد هذا ربي جابه لين عند الكابوس. كويس انك فتحت التوك توك وشفت وجه الكابوس. حبيبي تبغوا قصة صدام حسين؟ لما طلعت مع واحد السيارة وقال لي تعرف صدام حسين؟ قلت له ايوه انا اعرفه صدام حسين، هذا ملك هذا صدام حسين هذا صاحب واجب. قال لا انا ما اقصد صدام حسين حق، اقصد صدام حسين حقك. ايش؟ صدام حسين حقي؟ سيبه في حاله. وانا طالع من القهوة
استقبلني واحد قال لي تبغى مشوار يا حبيبك بلاش. قلت له ايش مشوار بلاش؟ ايوه انا عادي اطلع مشاوير بلاش، وديني يا اخي وديني الحاره. اول ما طلعت معاه السياره يا شباب قال لي تعرف صدام حسين؟ قلت له ماشي هذا صدام حسين امور بالسليم، هذا شفت المحاكمه حقته كانت الامور طيبه. قال لا يا قني، لا يا قني انا مش اقصد صدام حسين هذاك، انا اقصد صدام حسين حقك، ايش اخباره؟ ايش صدام حسين حقي؟ لا 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 لا، اصلا من يوم ما وقفتك حسيت ان مشوارك مش في سبيل الله، انت تبغى مني حاجه يا حبيبي؟ انت تبغى مني حاجه وسيبني في حالي يا حبيبك، انا لا عندي صدام ولا حسين ولا اي حاجه، ابغى اروح الحاره وما عندي فلوس ولا شيء، تبغى توصلني في سبيل الله وصلني، اما الصدام حقي مش فاضي لك يا حبيبك، الصدام نايم وامور بالسليم. هذولك تحصلهم عند القهاوي سبحان الله، كانوا يجوا لين عندي كذا ما ادري ايش يبغوا. يا الله ذي الليله حي المشرف حبيبي، كانوا منتشرين عندي ما ادري ايش يبغوا صراحه. واللي صدمني، اللي صدمني مره واحد صدمني مره جاب لي الجنان. طبعا هذا من جماعه صدام حسين والشباب حلو. انا رحت زياره عند واحد من الشباب في مكتب كذا، معاه مكتب وفخم وكذا، ويجوه عملاء، ولما يجوا العملاء يقعد يتكلم معاهم بشخصيه وعلى اساس اني انا بتوظف معاهم وكذا. طبعا المكتب المدير جالس على المكتب حلو، وبعد المكتب في كرسي يمين وفي كرسي يسار، في كرسي هنا وفي كرسي هنا. انا كنت جالس في الكرسي هذا حلو، وكنت اتكلم مع المدير على اساس انه بيشغلني وكذا، وطبعا هذا المدير صاحبي. ولما كنت جالس انا في الكرسي هذا جاء واحد ما شاء الله مطوع كذا وجلس قدامي، جلس قدامي حلو، المطوع جلس هنا وانا جلست هنا، وبعدين كانوا يتكلموا في السالفه كذا ومندمج معاهم، انا العقد قيمته كذا ونحن بنسوي لك عقد لمده سنه او سنتين، وكانوا فاكين سالفه. المهم يا شباب لما انا كنت جالس هنا وهذا جالس هنا حلو. بعدين المدير ما كان يشوفنا، المدير اللي هو وجهي وانا هنا والمطوع هنا، المدير ما كان يشوف ايش قاعد يحصل تحت الطاوله. تحت الطاوله يا شباب المطوع قاعد يمد رجله يلمسها في رجلي كذا، يلمسها في رجلي. بعدين انا وجهي زرق، قلت ذا الحين انا اكلم المدير ولا اكلم المطوع هذا اقول له يا اخي ايش عندك تلمس في رجلي كذا تتمحلس. اول طبعا نحن ايام الكابوس خبره، الكابوس خبره في الحاجات هذه وعارفهم واحد واحد، دار زنقه الاشكال هذه من تخصصنا، يعني عارفين كيف نخش لهم وعارفين كيف نطلع اللي في جيوبه. حي يا سيف يا روقي يا حبيبي بعد قلبي انت. المهم يا شباب الرجال بعدين مطوع كذا ويلمس رجلي ويلمسها. بعدين انا كنت لابس ثوب والله يا شباب، يا انه رفع الثوب حقي برجله ويلمس رجلي كذا يتمحلس. لما شفته كذا يتمحلس انا شكيت، قلت يا ابوي هذا من جماعه صدام حسين والجماعه الله يستر. بعدين المهم انا ما اعطيته وجه، شفته كذا غض البصر ويعني اسلك له الين خرج. لما خرج كنت جالس مع المدير، قلت له يا مدير تعرف مين هذا اللي كان جالس معانا؟ قال ايوه ما شاء الله هذا يغسل الموتى. قلت له ايش؟ قال لي هذا يغسل الموتى ويكفنهم ومدري ايش، وهذا تبع جمعيات خيريه ومدري ايش. انا مسكت راسي قلت له ايش هذا؟ غير السالفه. آه. مشفره يا شباب، السالفه مشفره، تتوقع يفهموها؟ السالفه مشفره والله. المهم هذا اللي صار يا شباب. خرجوني المشرفين، خرجوني من قلب السالفة والله، اعتذر منكم يا شباب. ان شاء الله بتحصلوها في التطبيق الاحمر، بنزلها في التطبيق الاحمر، ولسه سوالف الارض عندي والله ما تخلص.
الكابوس ما دام مبسوط والدعم عنده، ومحمد الداعم، التحيه يا شباب ضيفوا محمد، وما دام محمد يدعم والامور طيبه والفلوس تجي في الجيب، ابشر بالفله والوناسه، امورك لوز. طبعا اللي يسالني يقول لي انت وين جالس، انا جالس في غرفه، تبغى اوريك اخذ لك جوله تشوف؟ تعال. كيف اغير الشاشه؟ ها خذ لك لفه عشان تعرف وين جالس. هذا المترس حقي طبعا، هذا الباب، نفتح الباب نشوف. هذا المبنى حقي، هذا دورة المياه ابو بندون شفاط ولا شيء. وهذا الترويش وما الترويش. وهذه غرفة مهاجرين، وهذه غرفتي، وهذا الدور ما حد يخشه. طبعا هذا الباب ما حد يقدر يفتحه غير العزاب اللي موجودين عندنا هنا. هذه غرفة أصحابنا السوريين. طبعا هذه الصالة حقتنا، هنا التكوى، تعال هنا تعال هنا. هذه التكوى حقتنا، وهذا التلفزيون، وهذا الجدول حق الشباب حق النظافة وما النظافة. وهذه ثلاجتين عشان الداعمين يحسوا وتتحرك مشاعرهم. شوف ايش معنا في الثلاجة، دجاج مخمج له اسبوع، حبتين حتى مو بيبسي، شركة مقلدة، حلو. وهذا الميكرويف ما حد يستخدمه، وهذه المغسلة، وهذا الفرن، وهذه صالة الطعام، صلى الله وبارك. وهذه الغرفة حقتي خلاص، هذه الغرفة حقتي هنا. ما معانا الا الستر.